تشيلسي دخل سباق التعاقد مع إبراهيم دياز. كيراقب نادي تشيلسي الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد باش يعزز الخط الهجومي ديالو في الميركاتو الصيفي الجاي. المدرب تشابي ألونسو معجب بزاف بالإمكانيات التقنية ديال دياز وكيشوف فيه لاعب قادر يعطي الإضافة للفريق في عدة مراكز هجومية. إدارة البلوز باغت تحرك بكري قبل ما تدخل أندية أخرى على الخط، لكن ريال مدريد ما ناويش يفرط بسهولة في النجم المغربي اللي العقد ديالو ممتد حتى ل 2027. تقارير كتأكد باللي النادي الإسباني غيفتح باب التفاوض بعرض كيفوق 45 مليون يورو. باريس سان جيرمان باغي يحسم صفقة المغربي أيوب بوعدي. نادي باريس سان جيرمان دخل بقوة في سباق التعاقد مع الموهبة المغربية الشابة أيوب بوعدي لاعب ليل الفرنسي، واللي ولا من أبرز الأسماء المطلوبة في الميركاتو الصيفي. إدارة النادي الباريسي كتشوف بوعدي مشروع نجم كبير للمستقبل وكتحاول تقنعه بعقد طويل الأمد وشروط مالية مهمة. تقارير كتأكد باللي البي اس جي مستعد يقدم عرض كبير للاعب اللي عنده غير 18 عام وسط منافسة من أندية أوروبية أخرى مهتمة بخدماته بعد المستوى المميز اللي بان به هذا الموسم. توفيق بن طيب كيشعل الميركاتو الأوروبي بعد موسم استثنائي في فرنسا. المهاجم المغربي توفيق بن طيب ولا من أكثر الأسماء المطلوبة في الميركاتو الصيفي الحالي من بعد التألق الكبير ديالو مع نادي طروا الفرنسي في الدرجة الثانية. اللاعب اللي سجل 18 هدف هذا العام خطف الأنظار ديال بزاف الأندية الأوروبية. بزاف الفرق يدخلوا السباق للتعاقد مع اللاعب، أبرزها شالكا الألماني وألابس الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، بينما اتحاد تواركا حدد مبلغ 4 ملايين يورو للتخلي على الموهبة المغربية اللي ارتفعت القيمة ديالو بشكل كبير هذا الموسم. القادسية السعودي قريب يحسم صفقة سفيان الكراوني. نادي القادسية السعودي ولا قريب بزاف من التعاقد مع الدولي المغربي سفيان الكراوني لاعب أوتريخت الهولندي في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي. تقارير كتأكد باللي الطرفين اتفقوا تقريبا على الجوانب المالية وباقي غير بعض التفاصيل الصغيرة مرتبطة بمدة العقد. الكراوني جاء في اهتمام القادسية من بعد الموسم المميز اللي دار في الدوري الهولندي رغم المنافسة من أندية أوروبية معروفة بحال يوفنتوس وريال بيتيس وبيشيكتاش. العرض السعودي كيتضمن منحة توقيع كبيرة وراتب سنوي مهم مع مكافآت إضافية مرتبطة بالأداء. سفيان بوفال كيودع لو هافر الفرنسي رسميا. أعلن الدولي المغربي سفيان بوفال رحيله عن نادي لو هافر الفرنسي بعد تجربة قصيرة دامت 6 أشهر فقط. بوفال وجه رسالة شكر مؤثرة للجماهير والإدارة على حسابه انستغرام وعبر على الفخر ديالو بحمل قميص الفريق والمساهمة ديالته في بقاء النادي في القسم الأول الفرنسي. ومن المرتقب يحسم اللاعب وجهته الجديدة خلال الميركاتو الصيفي وسط اهتمام عدة أندية بخدماته.